يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا صبايا؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم بفيديو جديد. خلونا بالبداية نكتب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلونا نذكر الله، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طمنوني عنكم، شو أخباركم؟ هلأ بفضل الله تعالى رجعت لكم بفيديو جديد. كمان بهذا الفيديو رح نجاوب على سؤال النبي، وكمان رح نسأل سؤال جديد لنبي جديد إن شاء الله. وبتشكركم على كل التفاعل الحلو، على كل اللايكات، على كل الكومنتات. انكم كمان عم تحبوا فقرة الانبياء، برجع بكرر. كتير عم بيجيني تعليقات، فشكرا من كل قلبي، والله يجزيكم كل خير، وان شاء الله كله بميزان حسناتكم. اي والله. كمان بهذا الفيديو رح نساوي وصفة لسلطة المعكرونة، كتير كتير طيبة، حرفيا كتير طيبة وصحية بامتياز يعني. فرح نشوف الطريقة مع بعض ضمن هذا الفيديو. أول مرة بعملها على قناتي، مع أني أنا بحياتي اليومية بساويها، بس صراحة كل ما بدي ساويها بنسى صور، وهيك بالعبطة وهيك فورا فورا، هي مو كتير سريعة، فبقول يلا فورا خلص حطي هالخضرة وحطي هالمعكرونة سلقيها وخلاص، فخلص ما بيجي عبالي اني صور. ايه والله، بس بهذا الفيديو حبيت شاركها معكم. وبما انه عم ساوي طبخات بسيطة، كرمال طبخات الدسمة لرمضان، فقلت بشاركها معكم هيك فكرة لطبخة بسيطة تمشوا فيها الأيام إن شاء الله لبين ما يجي قدوم رمضان. إيه والله، هيك عم نجهز له أكلات طيبة بإذن الله تعالى. إيه، فرح نشارك الطريقة مع بعض. إيه والله، وكمان بهذا الفيديو رحنا هيك تسوقنا واشترينا كم غراض. هلا هون يا بنات، طبعا اخذت لكم هيك كم لقطة من الطريق. ما شاء الله كتير كتير كان حلو الطريق، وهيك كمان رحت هيك على اماكن فاضية كرمال ورجيكم التلج هيك بغزارة يعني وواضح اكتر. كتير كتير بيطلع منظره حلو، خاصة على التصوير كتير بيطلع منظره حلو ما شاء الله. ايه والله، وكمان هون كان عم يأذن الظهر. ايه، فقلت بعرفلكم هيك شوي من صوت الأذان، يمكن ما كتير واضح لأنه كان كتير في هوا، كتير كتير، فصوت الهوا كان مغطي على كل شي يعني حرفيا. ايه والله، بس بتمنى يكون هيك هذا المقطع هيك يعني عجبكم واستمتعتوا فيه. وطبعا هون كنت رايحة على الآيوزبير، هيك بدي أجيب كم غرض يعني. ايه، فطلعت على القسم اللي فوق، قلت بدي اشوف شو منزلين شي جديد، شو هيك شغلات بنتفرج. وطبعا شو بقول، والله بقول ما بدي اجيب شي، خلص يعني ما بدي اجيب يعني خلص. ايه، فبكونوا منزلين شغلات والله هيك مغرية يعني، واحد ما بقاوم يعني. ايه والله. فمثل ما ورجيتكم هون هاي الكاسة الزرقاء والشليمونة تبعيتها بلور، كتير كتير حلوة، كتير عجبتني صراحة. ايه والله، واللهم صل على النبي، ما عندي انا هيك هاللون وهالموديل يعني. ايه، وهي رخيصة نوعا ما. ايه والله، فقلت بدي اخذها وهيك بغير شكل، فاخدتها. ما بحسن يعني. ايه والله، فاخدتها. كتبوا لي اذا حلوة ولا لا. هي كان في منها لون هيك ابيض على شفاف، وفي منها اللون الفوشي القادح. ايه، بس لو الزهري الهادي كان باخد زهري، بس مو كتير صاير فوشي فما حبيته صراحة. ايه، فاخدت هذا الريشي. وانتو كتبولي شو رأيكم. والله هون هيك عم ارجيكم شو منزلين، قطعة جديدة بلاستيكات وهالقصص يعني. وكمان اخدت جاط للسلطة برمضان، ياي قديه حلو. هو بلاستيك بس ما بأثر لأنه سلطة، وإنه شي بارد ما بأثر يعني.
بس انه ما تحطوا فيه شي سخن. كمان هون نزلت لتحت على السوق كرمال جيب لحمة. طبعا عم بلش هلا اجيب اغراضي شوي شوي كرمال انه بدي اسوي تفريزات لرمضان ان شاء الله. ايه والله، فكل ما عم صر لي عم روح بجهز كرمال نسوي تفريزات رمضان ان شاء الله. طبعا هون جبت كيلوين لحمة، قلت كيلو للبيت يعني للطبخات، وكيلو كرمال التفريز، يعني قلت بدي اسوي شبرك وكبة مقلية. ايه والله، فقلت بساوي هذا الكيلو للتفريزات. هو بكفي لاني انا ما حكتر، عرفتوا. علي ابيض من خريطة المحشي. بدك يقطع نفسه اللي ما بيحبك يا حماتي على نفسك. مطرح ما يصير ومطرح ما يأسس استقبلني، مو انا اللي طبخت لحالي. صح قلبت البصلة. امك ما تكفي على التحياية مع حياتي، شو هي البصلات حماتي؟ ابالي بدك شدك. مثل ما شفتوا الجات، كتبوا لي شو رايكم، اذا حلو ولا لا. هو ما بصير تحطوا فيه شغلات سخنه لانه كتير بلاستيك رقيق يعني. بس انا جبته للسلطه يعني، بس يعني للسلطه ما بيأثر. والله. وهلا هون بقى بلشت بدي اسوي الطبخه. هلا انتوا يمكن تقولوا ان هي سلطه او شيء جانبي يعني او مقبلات. بس انا بالنسبه لي ولعائلتي اكلناها كوجبه رئيسيه، عرفتوا. لانه قلت لكم يعني عم حاول اسوي الطبخات السهله هالفتره. والله، فاكلناها انه كوجبه رئيسيه وبتشبع. ليش؟ لان فيها معكرونه، يعني فيها نشويات كميه منيحه يعني. والله. وشوفي عندكم خضره حطولها، بتاخد كتير هاي السلطه خضره، يعني كتير كتير بلبق معها كل شي يعني. عرفتوا انتوا شو بتحبوا شو بتفضلوا حطوا. فانا حطيت جزر، فليفله، بندوره، خيار، خس، شو بتفضلوا حطوا. لسه لو كان عندي بصل اخضر كنت كمان حطيت لها، كتير بيعطيها طعمه طيبه. والله، يعني هي اللي بميزها انه الخضره اللي فيها هيك تكون كتيره. ما صدقتيني، حبة فرص. خلص بقى تحمل الى دماغي، انا بشوف الى الاصل وبحكي معه كلمتين، اذا ما فهم بالحكي راح اقطعه بوكسين خليه يطلع اللي يتجوزها ويرجعي. هلا في ناس بحطوا معها فطر وهيك، يعني برو معها كل شي. وفي ناس بحطوا معها طون، قطع دجاج يعني بسلقوا فروج وبحطوه، فيعني بتصير هي أكلة كاملة متكاملة. عرفتوا انتوا شو بتحبوا حطوا فيها. انا صراحة كان المتوفر عندي حطيته، يعني والله ما انه استصدت انه بدي اعمله او استصدت بدي اعمل شي، لا، كان المتوفر عندي فقمت وساويته، خطرت لي يعني قمت وساويته. وقلت بدي شاركها معكم كرمال تشوفوا الطريقة. هلا للصوص بتحطوا لبن، زبادي يعني، وبتحطوا مايونيز كمية منيحة من المايونيز. وانا بحط لها ليمونة وملح وشوية فلفل اسود، وبس، ما بدي شي تاني ابدا. وكمان مع السلطة بدكم بتحطوا زيت زيتون، كتروا زيت زيتون. والله، يعني هي صحية بامتياز، زيت زيتون ما فيها زيت نباتي وهيك، فأكلة صحية وطيبة كتير. والولاد بحبوا هيك أكلات، يعني إنه معكرونة وسلطة وهيك. وطبعا هون المعكرونة ما كتير بتسلقوها انه تدوب ذوبان، لا، لانه مو هي الاكلة فيها صوص، هذا الصوص اللي عملناه اللبن والمايونيز. والله، فبيخليها تستوي يعني بيخليها انه هيك تكمل سواها مثل ما بقولوا، تتشرب يعني. فما كتير تسووها، يعني بدكم تقولوا 95-90% بكفي. وكمان هون قبل ما تستوي بس شوي المعكرونة حطيت الذرة. قلت الذرة يعني مجمدة كتير، فقلت بخلي يفك عنا التلج وهيك وتستوي شوي، فحطيتها معاه سلقتها يعني 10 دقايق وطفيت عليها. طبعا انا المعكرونة حطيت لها مي سخنة وبردتها، بس مع هيك طلع لها بخار. مثل ما بتعرفوا بالشتوية اي اكلة هيك بتطلع بخار، وهي هيك هي اكلة باردة يعني، بس كتير كتير طيبة والله، جربوها ما بتندموا. ويعني سناك او مثلا وجبة رئيسية، انتو شو بتحبوا سووها. وهلا هون بدي دوقها معكم هيك شهيكم يعني. كتبولي إذا بتحبوا هاي الفقرة، ما بعرف، كتبولي. مثل ما سألتكم في فيديو الماضي، من هو النبي الذي طلب من الله أن يكون معه أخاه؟ هو سيدنا موسى عليه السلام. كتير منكم جاوب صح، فبرافو عليكم. وهلا رح أسألكم سؤال جديد لنبي جديد.
من الذي اختاره الله أن يكون ملك على بني إسرائيل؟ ايه والله، فكتبولي تحت التعليقات. طبعا هون بعد ما تغدينا وخلصنا هيك عم ورجيكم، هلا هيك صار المسويات هيك بعد المغرب. كتير هيك بتصير الإطلالة حلوة. لسه بعد كمان بساعة هيك بصير بشغلوا الأضوية على الشارع، كتير كتير بتصير الإطلالة حلوة. ايه والله ما شاء الله كتير عم ينزل الثلج غزير يعني. وكمان هلا بدنا نساوي هوت شوكليت. إلي فترة هيك عم تخطر عبالي، فهلا شاركت الوصفة معكم بالتفاصيل. ليكو يا بنات جهزت مكونات الهوت شوكليت، كتير عم شوفها على النت فكتير اشتهيت عليها إلي فترة يعني. ايه والله فرح نجرب سوا وشوف اذا طيبة ولا لا، لانه صراحة ما كل شي بنشوفه على النت طيب، فرح نجربها سوا ونشوف اذا ناجحة وطيبة. وهي مكوناتها يعني بتحسوها طيبة، عرفتوا؟ فالشغلة بتبين من مكوناتها. فهلا بالبداية خلوني اول شي احط الحليب. هلا فيكم تحطوا حليب سائل وفيكم تحطوا حليب بودرة حسب المتوفر يعني. فرح احط معلقتين حليب بودرة، كمان معلقة نشا، شايفين خالص من عندي النشا فلازمني كم شغلة. كمان معلقتين كاكاو، طبعا هذا كاكاو خام فكتير طيب. وكمان سكر طبعا حسب الرغبة، بس انا هيك شغلات بحبها حلوة فحط معلقتين سكر كبار. هلا هن حطوا الفانيليا ضمنهم هيك مباشر، بس انا عم فكر انه احط الفانيليا اخر شي. فهلا اول شي رح نحركهم على النار بعدين نحط الفانيليا. طبعا بدهم مي لانه حطينا حليب بودرة، فرح هلا احط لهم مي وبرجع لكم. طبعا هلا حطيت لها مي، هلا رح نشغل عليها طبعا على نار واطية. اول شي بتحركوها على البارد كتير منيح، بعدين بتشغلوا عليها النار كرمال ما تكتل معنا. ان شاء الله تطلع طيبة. هلا انا رح ضل حركة لحتى تغلي، انه القوام يتقل يعني، ما بعرف بحس احسن يعني كرمال ما تلزق. هلا ليكو يا بنات، انا كل شي حطيته بالفيديو حطوا نفس المعيار تمام، والله بتاخدوا نتيجة بيرفكت يعني. لانه سميك كتير سميك ما بنشرب يعني، بصير بده معلقة، ولا انه كتير مريق يعني، قوامه ممتاز. فهذا المعيار اللي انا حطيته كتير كويس، اعتمدوه. طبعا حسب قد ايه بدكم تحطوا مي يعني، طبعا ما تكتروا. انا على هاي الركوة ما بعرف يعني قد ايه بدي اعير لكم صراحة، والله ما اخذت عيار المي يعني، حطيت هيك مي عشوائي. ايه يعني انا نظريا شفت هيك حركتها وحطيت المي، فنظريا حسيتها انه حاج. فما بعرف قد ايه بدها مي، كاسة كاستين والله ما بعرف. ايه والله بس يعني التزموا بالمعيار اللي انا حطيته للمكونات، بتاخدوا نتيجة بيرفكت يعني، وكتير طيبة وكتير بتدفي سخنة سخنة. ايه والله، واتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وحبيتوه، عم تتسلوا وبتنبسطوا معي، وبتشكركم من كل قلبي على كل الدعم، على كل شي عم تقدموا لي اياه. الله يجزيكم كل خير. وهيك عم حب كل فيديو اتشكركم. ايه والله يا بنات، وبس لهون بكون انتهى معنا الفيديو لليوم، وبس والله وبأمان الله، سلامات.